السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة من سر الطبيعة مع أبو عيسى. النهاردة هنتكلم على زيت مش محبوب من معظم الناس عشان مشكلة ريحته، بس تأثيره أقوى من أقوى مضاد حيوي موجود. زيت بيشيل التهابات الجلد، الفطريات، الحبوب، البكتيريا، وحتى قشرة الشعر الصعبة جدا. النهاردة هقولك على زيت من أخطر أسرار الزيوت الطبيعية اللي الناس كتيرة بتكرهه بسبب ريحته، لكن لو عرفت قيمته مستحيل 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 يستغنى عنه. هنبتدي. ليه الزيت ده مش مشهور؟ يمكن ريحته مش أحسن حاجة، لكن تأثيره الطبي أقوى من 10 زيوت مع بعض. زيت النيم. النيم زيت مش مناسب للناس اللي بتكره الريحة القوية، وريحته برضو أنا صريح معاكم، الريحة بتاعته مش أقوى حاجة. لكن المنقذ الحقيقي للبشرة الملتهبة هو زيت النيم. ليه الزيت ده سر محدش بيتكلم عنه؟ عشان زي ما احنا قلنا ريحته قوية جدا، في ناس كتيرة بتكره الريحة دي. استخدموه في الطب الهندي من زمان قوي. بيحتوي على مادة من أقوى المواد أو من أقوى المضادات الحيوية والمضادات الفطرية في العالم. يعني تخيل إن الزيت ده قوي جدا ضد الفطريات وضد البكتيريا بشكل كبير جدا وقوي جدا. السر الأول اللي هنتكلم فيه هو السر للحبوب والالتهابات. الزيت ده بينشف الحبوب من غير ما يسيب أثر للحباية نفسها. بيعالج الالتهاب أسرع من زيت الشاي بكتير. بيقلل الإحمرار والالتهابات، وبيطهر مسام الجلد نفسها. يعني تخيل الزيت بيخش جوه مسام الجلد، بيموت أي بكتيريا موجودة ممكن ينتج عنها بعد كده حبوب. لو عندك حبوب ملتهبة أو بصيلات شعر ملتهبة، ده العلاج الأقوى فعلا ليه. السر التاني ان هو قوي جدا ضد الفطريات. فطريات القدم، الساعات اللي القدم بتعمل ريحه مش كويسه وبنقول لا دي بسبب الكاتمه، بنقعد لابسين الشوز فتره كبيره. لا يا باشا، دي فطريات هي اللي بتسبب حاجه زي كده. التانية التسلخات، فطريات اللي لما بتبقى بين الاصابع، اللي هو زي بيحصل زي التشققات بين جلد الايد او جلد ما بين صوابع الايد او صوابع الرجل. كل ده بينتهي خلال ايام من استخدام زيت النيم. ازاي؟ السر الثالث واللي الناس كتير جدا بتشتكي منها وهي قشرة الشعر. قشرة الشعر بستخدم لها حاجة وبعد اسبوع بترجع تاني، بعد اسبوع ترجع تاني، استخدم وهكذا. الزيت ده قوي جدا للقشرة الصعبة اللي هي بتتكرر كل اسبوع دي. الالتهابات اللي هي بتبقى في حروف الشعر برضو قوي جدا لعلاجها. الحكة الشديدة في الراس، ده بسبب الفطريات برضو اللي بتبقى موجودة في فروة الراس. تمام، نفس الحكاية، بيعالجها بشكل قوي جدا. زيت النيم فعلا بيقتل الفطريات اللي بتسبب الموضوع ده من جذورها. السر الرابع بقى، احنا بنجيب ساعات في السوق رش بيستخدم عشان نبعد بيه الناموس والحشرات عن الاطفال او الكبار. سعره مش رخيص، سعره غالي. تخيل ان الماده الاساسيه اللي فيه هو زيت النيم. زيت النيم امن جدا للاطفال، بيمنع الناموس وبيعالج كمان مشاكل حشرات الراس. تخيل. وبيستخدم كطبقة حماية على الجلد والشعر نفسها، فبيمنع اقتراب أي حشرات من الناموس والدبان والكلام ده كله، وفي نفس الوقت بيمنع حشرات الراس من العدوات طبعا اللي بتحصل في الحضانات في المدارس، من بسبب حمامات السباحة على فكرة. حشرات الراس بتتقل بسبب الموضوع ده. الطريقة الصح اللي احنا هنستخدمه بيها للبشرة، هستخدم نقطة من زيت النيم على 3 نقط من زيت اللوز أو زيت الجوجوبا، وهنحطه على المناطق الملتهبة بس، مش هنحطه على المناطق السليمة، على المناطق الملتهبة بس، مرة واحدة في اليوم. تمام. طب بالنسبة للشعر والقشرة، القشرة الصعبة اللي احنا بنتكلم عليها، هناخد معلقة من زيت النيم و3 معالق من زيت الزيتون، وهنسيبهم على فروة الراس لمدة ساعة، ونستخدمهم مرة واحدة بس في الأسبوع. تمام.
للفطريات بقى اللي هي ما بين الصوابع او فطريات القدم او الكلام ده كله، بنستخدمه بنسبة 10 ل1. 1 زيت النيم، و10 اي زيت عندك مخفف خفيف. يعني ممكن زيت اللوز، زيت جوز الهند، الحاجات دي ممتازة لحاجة زي كده، ونقدر نخفف بيه واحنا مطمنين. او زيت الزيتون برضو. من الاخر، زيت النيم ريحته مش احسن حاجة، لكن قوته اقوى حاجة. موجود موجود في السوق عادي جدا، بس المشكلة ان الناس بتكره الريحة. ممكن نكسر الريحة دي عن طريق ان انا بضيف زيت لافندر، زيت فانيليا، بنكسر الريحة دي شوية. تمام. لو عايز حلقة عن زيت اقوى منه كمان، قول لي في التعليقات وانا اعمل لك حلقة مخصوص ليك انت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انت لسه مش مشترك، ويا ريت نعمل شير للحلقة دي عشان الناس تعرف قيمة زيت النيم من سر الطبيعة. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة. السلام عليكم.